معلش يا ابني تعبك معايا. ولا يهمك يا حاج، اتفضل اتفضل يابا. اقعد. لا انا مش هقعد هي معاك. مراتك فين؟ انا مراتي مستنياني هنا، بس هروح اجيب حاجه بسرعه واجي لك على طول. طب ما تغيبش عليا يا ابني، انت شايف يعني ان المنطقه هنا مقطوعه. حاضر يابا حاضر. انا عاوزك بس تخلي الورقه ديت معاك. حاضر يا ابني. ماشي، انا مش هتاخر عليك. ها حاضر. مع السلامه. روح ربنا يكرمك يا ابني ويرزقك يا رب. نور، انا كده عملت اللي انت قلت لي عليه وقعدت ابويا اهو في الشارع. يلا بقى نمشي قبل ما يشوفنا ولا حاجه. طب يا فادي مالك انت ليه قلقان كده؟ انت كده عملت الصح يا عم، ده كان قاعد معانا قرفنا كل شويه تعالي دخليني الحمام، تعالي دعكيلي رجلي وسخنيلي ميه واكليني وشربيني زي ما تكون خلفته ونسيته، لكن كده نبقوا براحتنا يا فادي. يا نور انت عارفه برضو اللي دوت ابويا وما ينفعش استغنى عنه حتى لو ثانيه، بس انا عملت كل دوت عشان انا بحبك، وانت عارفه يعني اللي انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. ما انا عارفه يا فادي، وبعدين اكيد يعني هتحب عيالنا اكتر من ابوك، ولا انت شايف ايه؟ يلا بينا. انا مش هين عليا اسيبه والله العظيم يا نور. لا هون عليك، حط كده عيالك وانا قدامك، ده اهم من ابوك ومن الدنيا كلها. يلا يا فادي. تمام يا نور يلا. خد الورقه دي وانا ما بعرفش اقرا. بقول لك يا ابني. امورني يا حاج. والله شكل الحته دي هنا مقطوعه، وانا والله ما اعرف عنوان بيتي فين. هي فعلا مقطوعه يا حاج، وانت ايه اصلا اللي جابك هنا؟ انا بصراحه يا ابني، ابني جابني هو ومراته هنا وقال لي هجيب حاجه، وبقاله 3 ساعات ما جاش، واعطاني الورقه دي. الورقه دي؟ اه. طب ثانيه واحده. اللي يلاقي الراجل ده يوديه دار مسنين. ايه يا ابني؟ ايه اللي مكتوب في الورقه؟ انا ما بعرفش اقرا. لا لا يا حاج، ده هو مش مكتوب فيها حاجه، مش مكتوب فيها حاجه، بس ده هو كان بيقول يعني عنوان بيته. ازاي يعني؟ ده ابني هو اللي عطيني الورقه ده بايده، وقال لي لو غيبت عليك اديها لاي حد، وانا ماليش حد عدى غيرك انت، وانت عارف يعني. بقول لك يا حاج، هو انت متاكد ان اللي اداك الورقه ده ابنك؟ اه والله العظيم ابني، هو اللي عطاني الورقه دي، يعني هيكون مكتوب فيها ايه؟ بصراحه كده يا نور انا مش عارف ازاي قلبي مطوعني وسمعت كلامك ورميت ابويا في الشارع. يا اخويا ما خلصنا خلاص، وبعدين البيت هيبقى فاضي علينا والعيال، ده لو شغلنا تلفزيون لا عشان الصوت، لو العيال لعبت لا عشان الدوشه وانا مصدع، هو ايه احنا فاتحينها دار مسنين ولا ايه؟ يا نور بس مش بعد ما صرف عليا وجوزني ورباني ودخلني احسن مدارس في الاخر ارميه كده يا نور في الشارع؟ بقول لك ايه، ربنا بيرزق اي حد، ربنا بيرزق الكلاب والقطط في الشارع، مش هيرزق ابوك. خلاص يا فادي بقى، ان شاء الله خير. تمام يا نور يلا. بقول لك ايه، انا كلمت ماما بصراحه كده واخواتي وهيجوا يعيشوا معانا، اصل الفيلا وسعت بقى علينا، وكمان يبقوا معانا يعني في تربيه العيال. يعيشوا مع مين يا نور؟ معايا انا وانت والعيال. ازاي يعني؟ يعني بعد ما انا رميت ابويا في الشارع عاوزه تجيب امك واخواتك يعيشوا معانا؟ يا فادي عشان خاطر عيالنا، وكمان يعني يساعدوني في البيت والكلام ده كله وتربيه العيال يا فادي، لكن ابوك بقى هيعمل لي ايه؟ نتكلم في الموضوع ده جوه يا نور. يلا. وانت ربيت ابنك ده يا حاج؟ انا مربي ابني احسن تربيه، ده انا بدعي له في الراحه والجايه، ده ربنا كرمه على حس انا. يا حاج انت طيب وعلى نياتك، اهم حاجه بس انا عايزك تقوم معايا. معاك؟ لا يا ابني انا هستنى ابني هنا. لا لا اسمع بس اللي انا بقول لك عليه. لا لا انا هستنى ابني هنا. يا حاج اسمع اللي انا بقول لك عليه، قوم بس معايا وانا هوديك مشوار كده وباذن الله تلاقيه. يا ابني ريح قلبي، هي الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ لا لا مش مكتوب فيها حاجه، مش مكتوب فيها حاجه، قوم بس معايا يا حاج. ربنا يجازيك خير يا ابني. يلا. ربنا يكرمك يا ابني. تعرف ابني ده انا مربيه احسن تربيه. واضح واضح. يلا بينا يا حاج. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. ربنا يكرمك يا ابني.